الحرباية غطت جسمها كله بالمربى وكانت فاكرة إن ده هيساعدها تستخبى. حاولت تعمل نفسها ضفدعة، لكن أول ما قربت ضفدعة مسكتها والتانية نفخت فيها هوا. فجأة لقت نفسها بتطير زي البالونة فوق الغابة وكل ألوانها اختفت. الضفادع ضحكوا عليها فمشيت وهي متضايقة، واكتشفت إنها ما بتعرفش تغير لونها وكمان ما عندهاش أصحاب. بعد شوية شافت عصافير صغيرة فتنكرت في شكل عصفورة، لكن المنقار وقع والعصافير كشفوها فوراً. حتى السلاحف بقوا يبعدوا عنها. وهي ماشية لوحدها شافت حرباية بنت، فضلت تراقبها وهي بتطلع على فرع شجرة. حاولت تقلدها لكنها اتزحلقت ووقعت قدامها، والحرباية البنت عرفتها على باقي الحربايات. كان في حرباية شيف أول ما شبعت غيرت لونها، وحرايات تانية كانوا بيغيروا ألوانهم وهم بيرسموا. هي حاولت تقلدهم لكن جلدها ما اتغيرش، وشافت الحرباية البنت بتنور بألوان جميلة. حاولت بكل قوتها لكن طلع منها صوت مضحك والكل ضحك. الحرباية البنت شجعتها تحاول تاني، مسكت حشرة بتنور واستخدمت إيديها لعمل ظلال حيوانات على ورق الشجر. كل الحربيات اتفرجوا بإعجاب وجلدها بدأ ينور بشكل جميل. أخيراً لفتت انتباه الحرباية البنت، ومن اليوم ده عاشوا سوا.